التليفون ده شغال. الو 2 3 4. اهلا، مساء الخير، ازيك، عامل ايه؟ انا مبسوط اني معاك في اوضتك. انت منين؟ اهلا ومرحبا بكم مره اخرى في حلقه جديده من صدى صوت. عارفين يا جماعه الصوت ده؟ احنا بقى النهارده مش جايين نتكلم عن الموبايلات، احنا هنتكلم عن شحننا احنا لما بيبقى 1%، وكل حاجه حواليك بتصوت، هي مش بس بتصفر عشان انت تاخد خطوه وتتحط على الشحن. النهارده هنتكلم عن البيرن اوت او الاحتراق النفسي، الحاله اللي بتبقى فيها بتعمل كل حاجه واي حاجه بس انت مطفي، ولا في شغف ولا طاقة ولا حتى رغبة انك تقوم من على السرير. طب احنا ليه بنوصل للمرحلة دي؟ ليه بنسيب البنزين يخلص؟ وليه بنضغط نفسنا لحد ما نتحرق بجد؟ وعشان الموضوع ده محتاج فضفضة من نوع خاص، مكانش ينفع ان انا اكون لوحدي النهاردة، فانا معايا اول ضيف في حلقاتي، اكبر واهم سبورت ليا، حكيت عنه في اخر حلقات السيزون اللي فات، صديقي الاعز والاقرب دايما، هيثم. يا اسطى، انا لما اخترت التوبيك ده عشان حسيت ان دي حاجه مهمه قوي اتكلم فيها زي باقي الحاجات اللي انا بختارها، وحسيت ان هتبقى حلوه قوي لو معايا حد، وكده كده كان في نيتي من اول ما بدات البودكاست خالص وقلت لك ده ان اول ضيف هيطلع معايا هيبقى انتي. وانا وانتي اتكلمنا في الحوارات دي قبل كده، يعني من احد التوبكس اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، فانا بحب قوي كده كده كلامي معاكي، فده سبب اختياري ان انتي تبقي الضيف اللي هيبقى في الحلقة اللي هتتكلم عن بيرن اوت. يعني من اكتر، انتي كده كده من اكتر الناس اللي انا بحس ان هي لما هنيجي نتكلم في حاجة مهمة زي دي انتي هتبقي فاهمة انا عايزة اوصل ايه، وعايزة او مهم ايه يتسمع، فده انتي هتوصليه بجد حلو قوي واحنا بنتكلم. بس ده سبب اختياري ليكي يعني في الحلقة دي. فخلينا نبدأ انه ايه هو يعني كمصطلح اصلا بيرن اوت. كده كده خلينا نوصفه قبل اصلا ما كان يتسمى، يعني ايه الشعور، الشعور نفسه كوصف هيبقى عامل ازاي؟ اوكي. اولا مش قادره اعبر كفايه عن قد ايه انا مبسوطه زي كل مره بنتكلم فيها انا وانتي سوا، بس هي دلوقتي just being recorded. يعني شعور البيرن اوت عامه هو كأن الواحد بيحس انه زي عربيه ماشيه على بنزين قليل قوي على فتره طويله، وبعدين البنزين ده لسبب ما بيخلص وبتفضل العربيه ماشيه برضه. وهو ان الانسان لما بيتعرض لفتره طويله جدا من الضغط في السياق الوظيفي او في سياق الشغل عامه، بعد فتره ببساطه بينطفي، بيحس ان هو ما عندوش شغف وما عندوش طاقه وما عندوش رغبه ان هو يعمل نفس الحاجات اللي هو كان عنده شغف ليها قبل كده. فبالتالي هي بتحقق نفس الصوره بتاعت الاحتراق الوظيفي او البيرن اوت دي. ده كده بشكل بسيط جدا ان الواحد بيحس بيه في البيرن اوت. طيب علميا بقى هو المفروض ان هو حاجه اسمها occupational phenomenon او حاجه بتحصل بشكل وظيفي بس او في السياق العملي حسب منظمه الصحه، يعني ان هي بتقول ان هو بيتحقق بس في المناطق دي، وان هو المفروض ان احنا ما نعرفش ان احنا نسري على بقيه يعني نواحي الحياه. يعني المفروض ان هو حسب منظمه الصحه ان انت ما ينفعش ان انت في جزء تاني من حياتك بره الشغل تقولي ان انا عندي احتراق وظيفي. ممكن يبقى عندك حاجه شبه كده، فانت ايه رايك في ده؟ يعني انت شايفه انه الاحتراق الوظيفي ده بنفس الشعور ده ما ينفعش ان احنا نحققه في جزء تاني من الحياه؟ هو انا حاساه يعني applicable عادي، اللي هو قشطه انا ممكن احس بنفس الاحساس بسبب ضغوطات تانية. يعني ما عنديش فكره ليه هم صنفوه او خلوه related بالشغل بس، دي حاجه غريبه قوي اصلا، دي معلومه كده كده اول مره اعرفها دلوقتي منك يعني. فمستغربه جدا عشان عادي انا مثلا كبسومه لما بحس بده انا مبقاش عارفه هل ده بسبب ان انا فعلا بتعرض لضغط في الشغل، ولا بسبب مشاكل وحوارات الحياه عامه، ولا ايه تحديدا. فحاساه ممكن عادي يبقى related بحاجات تانية غير الشغل. بصي صراحه انا فعلا فاهمه قصدك جدا. يعني انا لما جيت فكرت في الموضوع حسيت انه لا، بس احنا ممكن بشكل ما نعرف نعمم ده على
اللي هو برضو على اجزاء تانية من الحياه. ولكن انا لما جيت فكرت فيها، فالاسباب فعلا بقى بتاعت البرن اوت والعوامل بتاعته، فهمت هو ليه الجزء بتاعه هو حاجه مختلفه في المجال العملي او المجال الوظيفي، بس يعني هنجيلها قدام. بس اظن انه ممكن يبقى في حاجه equivalent لده، موازيه لده بره برضه، لما الواحد يبقى بيتعرض لضغط لفتره طويله جدا، فهو فعلا بيتعرض للموضوع ده ان هو بيفقد الطاقه ومبيبقاش عنده فعلا رغبه ان هو يعمل اي حاجه تانية. بالمناسبه هو متقاطع جدا مع الاكتئاب، وهو على فكره من احد اسباب الاكتئاب يعني. بس اظن انه برضو يعني في الاكتئاب وفي الحاجات اللي زي كده، هي برضو بيبقى ليها نفس الاعراض، يعني بيبقى ليها برضو نفس السمات، الواحد بيبقى حاسس بنفس الحاجات زي كده. وبرضو في الحاجة دي هو المفروض ان هو مش مرض عقلي ومش خلل نفسي، هو مجرد حالة ذهنية الواحد بيعدي بيها، ولكن هي ممكن تبقى سبب في حاجة زي كده. يعني هو ممكن يبقى سبب في الاكتئاب، وممكن يبقى سبب في الخلل النفسي بعدين لو هو قعد فترة طويلة جدا الواحد ما عالجوش، او يعني ما صلحش من الحالة دي. حوار ان هو بيبقى متقاطع مع الاكتئاب ده فكرني كان في فترة، او هي مش عارفة هي لسه موجودة ولا لا صراحة، بس الناس بقى كان طالع عليهم ان هو اي حد بقى بيبقى مش قادر ينزل من البيت ومجهد شوية مش عارفة ايه، ومنين يقعد يقول انا ديبريسد ومش ديبريسد والقصة دي، بره عن انه يعني خلاص الدبريشن كده كده مرض بيحتاج دكتور عشان يشخصه. فهم وقتها غالبا كانوا كده بيتعرضوا للبيرن اوت، بس فاكرينه ديبريشن. انا يعني حاجه مالهاش علاقه خالص، بس حسيت ان انا عايزه اقول ده. انا بحس ان هو الدبريشن عامه ممكن يبقى ليه حاجات كتير برضو مشابهه، وبرضو اصلا بيحتاج وقت كتير قوي للتشخيص يعني. ولكن نفس الفكره برضو وممكن يبقى الواحد برضو فاكر ان هو بيرنت اوت، هو مش بيرنت اوت، هو عنده حاجه تانية. فعارفه هو الواحد بس بيجتهد ان هو يحاول يميز مثلا اعراض او حاجات معينه زي كده عشان يعرف هو بس عنده ايه، عشان بس يحل اللي عنده، عشان بس يحس ان هو احسن. اوكي. واللي هو احنا كلنا بس بنحاول اللي هو نفهم احنا بنحس بايه عشان بس نتحسن، فمن غير بقى ليبلينج وحاجات زي كده. اوكي. طب استني، انتي قلتي ان بيبقى فيه اعراض او حاجه يعني بنحتاج ان احنا نبقى واخدين بالنا بس منها علشان ايه نشوف هل احنا كده فعلا بيرنت اوت ولا لا. ف يعني مش عايزين نقول برضو اعراض اعراض عشان هو كده كده مش مرض، بس اللي هو ايه بقى؟ بالظبط. هو حته الاعراض دي بحس انه اكتر حاجه الواحد فعلا بيحس بيها هو حته انه انعدام الشغف وانعدام الرغبه خالص ان الواحد يعمل نفس الحاجات اللي هو كان بيحب يعملها. في حاجات بقى كتير، لان هو بيأثر على 3 حتت كده في الواحد. اول حاجه بشكل نفسي، نفس الفكره. طبعا المود بيبقى قليل جدا، بيبقى فيه مشاكل برضو في الاكل، ممكن الواحد ياكل كتير قوي او قليل، ممكن الواحد اكيد الواحد بيبقى بيحصل عنده مشاكل في النوم، يا اما بينام كتير جدا، يا اما بينام قليل، يا اما بينام بشكل متقطع. بيبقى حاسس دايما ان هو ما بيعملش الحاجة الصح، وبيبقى حاسس ان هو في حاجة المفروض يكون بيعملها، او ان هو مقصر في حاجة معينة. طبعا الشعور بالخواء، ولكن الشعور بالخواء او الفراغ ده ممكن يبقى برضو سببه حاجات تانية، وكل الاشياء دي هي ممكن يبقى سببها حاجات تانية، بس يعني دي الحاجات اللي هو الواحد بيحس بيها في الموضوع ده. وممكن برضو يحس ان هو مش قادر جسديا ان هو يتحرك زي الاول. بالمناسبة في ناس بيأثر عليها جسديا على فكرة مع مدار وقت كتير. وبشكل سلوكي طبعا موضوع السلوكيا بيختلف، وفي الشكل بقى اللي هو يعني اللي هو المعرف بيه اوريدي، اللي هو فكرة احتراق يعني كحاجة وظيفية، ان طبعا النتائج اللي هو بيعملها بتقل جدا. فمن هنا جت حتة ان هو لا، التأثير بتاع البرن اوت ده ليه تأثير أساسي في النتائج بتاعته. وده ديسكليمر لازم أقول إنه هنا كله سبب الرأسمالية اللي احنا فيها عامة. فيعني دي
تقريبا الاعراض الاساسيه، يعني الحاجات الاساسيه. طبعا ما بيبقى في حاجات ثانيه، وفي ناس ما بيجيلهاش كل حاجه من دي، في ناس يعني وهي مش اعراض رسميه قوي على قدر ما هي زي انت عارفه ان هي زي سمات كده معينه الواحد بتظهر عليها، وبيحس عامه بحاله كبيره جدا من انعدام الشغف اللي بيستمر لفتره طويله، واللي ما بيتحسنش بالاجازات، وما بيتحسنش مثلا ان هو يفصل شويه، ان هو مثلا يشوف اصحابه، او ان هو ينزل، او ان هو يعمل الحاجات اللي بتخرجه عامه من المود. لا، الحاجات دي ما بتحسنش في البيرن اوت. فدي بتبقى تقريبا الحاجات الاساسيه. واكتر مثلا حاجه كانت بالنسبه لي ان انا مثلا بحس ان انا الحاجه اللي انا كنت بحب قوي اعملها بشغف شديد، بقيت ان انا مش حابه اعملها، مش قادره من جوايا ان انا اعملها، وحاسه ان انا ما عنديش القدره ان انا اعمل ده. علشان كده في صوت في دماغي بيقول لي ان انا مش عارفه اعمل ده مثلا كويس زي ما انا عايزه اعمله في دماغي. فاهمه حاجه؟ يعني ان شاء الله تكوني فاهماني. ايه انا ده فاهمه. كده ده كده الحاجات تقريبا الاساسيه، وممكن يبقى في حاجات اكتر، ممكن يبقى في حاجات اقل، بس ده عامه. يس انت قلت بوينت رهيبه يعني، او بالنسبه لي يعني انا ما كانش جاي في دماغي خالص ان الحوار مش بيتحسن لما بنعمل الحاجات اللي المفروض تخلينا احسن. يعني انا عادي، انا جاي في دماغي انه انا حسيت بكده وخلاص. طب انا ازاي هعرف افرق؟ ما جايز عادي بجد انا بستهبل، يعني والله انا مكسل انزل وعمال اقول والله يا جدعان ده انا بجد بيرنت اوت ومش قادر اخرج، وانا ما عنديش شغف اشوف الناس ومش عارفه ايه والقصه دي كلها وبحاور عشان مكسل اخرج مثلا، او مكسل بجد. يعني زهقت وقضيت من الشغل والضغوطات والدنيا وكده، فرحت عايش في الدور وبتاع. فلسه كنت هسألك يعني على ده. فلما انتي قلتي ان الموضوع لا مش بيتحسن لما بنعمل حاجات اللي بتخلينا احسن بقى، سواء خروجات او كل ده، فهنا قلت ده شكله حوار. ماشي الحقونا. هو هقول لك على حاجه، هو فعلا المفروض ان هو ما يتحسنش بالظبط زي ما انت بتقولي، اللي هي الحاجات العاديه اللي احنا بنعملها عشان تخرجنا من المود. ولكن هل في درجات اقل منه ممكن تتحسن بحاجه زي كده؟ ممكن. لان هو في الاول وفي الاخر هو ليه حل، يعني هو بيبقى عادي، بيبقى ليه حل، وبيبقى ليه، مش عايزين نقول علاج، ولكن بيبقى ليه حاجات بتصلح من الموضوع ده. ففي حاجات بتصلح من الحاله دي. ولكن هي اكتر حاجه ليه ان الحاجات البسيطه اللي الواحد بيعملها لا، هي مش بتاثر فيه قوي. بس ده برضو خاصه في الحاجات اللي هي الايه السبير قوي، الحاجات اللي هي اللي واصله لليفل عالي جدا من البيرن اوت، اللي هو مش الليفل البسيط. بيبقى له مدة يعني؟ هل هو يعني انا لو دخلت في الحالة دي هتستمر قد ايه؟ اكيد هي مش ثابتة، انا فاهمة طبعا. بصي، هل مثلا يعني اقدر اقول على نفسي ان انا بيرنت اوت مثلا لو انا بقالي 3 ايام اوت اوف مود، مش قادره اخرج، مش قادره اعمل حاجه، ومش عارفه ايه، ان انا مش عارفه اعمل الشغل اللي عليا زي ما هو؟ ما اظنش. ولكن الاكيد ان هي مش كل مرحله من البيرن اوت زي بعض. يعني البيرن اوت عامه هو فيه 5 مراحل. المفروض يعني هو ده الموديل الرسمي يعني بتاعه، انه اول مرحله اسمها الهاني مون فيس. مش عارفه ايه الهاني مون في كده، بس بس ماشي. الهاني مون فيس دي بقى انترستنج. والله العظيم انا اول مره اصلا شفتها، اللي هو يعني انا لو قلت لحد ان انا في الهاني مون فيس، اخر حاجه يفتكر ان انا برنت اوت. بس اوكي. فالهاني مون فيس دي هي انترستنج جدا بقى، سبب ان هي بقى دي المفروض ان فيها ايه، الواحد بيبقى عنده حماسه عاليه جدا وكوميتمنت عالي جدا للي هو بيعمله، وتلاقيه بقى بياخد الاكسترا ستيب وبيورك اوفر تايم، وبيعمل تاسكات مش عليه، وبيبقى فعلا بيبقى متحمس، بيبقى فاهمه، هو بيبقى الليفل ده. بس الواحد لفت نظري جدا انه مثلا الواحد وهو في الحاجه اللي يعني في الحاله اللي زي كده، ما بيبقاش فاكر ان هو انت حرفيا على مشارف البيرن اوت، ان انت ده مش حماس، وان ده مش حياتك ما عندهاش مينينج. لا، هو انت حرفيا دي اول خطوه من البيرن اوت. عارفه انت كانك مثلا على منحدر كده بيقع، هي دي نفس الفكره. اوكي ماشي. وبعدين
طبعا الواحد لما بيستمر في حاجه زي كده ما بيعرفش ان هو يحافظ على نفس ليفل الحماس ونفس ليفل المجهود لفتره طويله، فبالتالي بيقوم حصل له المرحله الثانيه اللي هي الانست اوف ستريس بيبدا بقى هنا الضغط يزيد، ان هو بعد كده الحاجات اللي هو كان متحمس ليها، فبالتالي الحماس والانرجي والشغف ده كان بيخلي الحاجات اسهل، الحماس والحاجات دي بتقل مع الاحتفاظ بنفس التاسكات ونفس الشغل، فالحاجات بتبقى اصعب على الواحد. وبعدين خلاص ده بيحصل، فبيبقى فيه ضغط، ولما الضغط ده بيبدأ يزيد بيتحول من هو بيبقى حاجة كأنها أكيوت أو حاجة كده بشكل مؤقت، يعني لحد ما تبقى حاجة كرونيك. ماشي. فبتبقى خلاص ده بيبدأ بقى يأثر عليه بشكل أكتر من كده، وإن هو دايما متوتر، وعنده هرمون الكورتيزول عالي وكل الحاجات دي. اوكي. وبعدين المرحله الرابعه اللي هي البيرن اوت ستيج، دي بقى بيحصلوا فيها كل السيمبتومز اللي احنا كنا قلنا عليها او الاعراض اللي احنا كنا قلنا عليها من شويه دي، وبيبقى خلاص بقى الموضوع بقى خلاص يعني سيفير كده. واخيرا بقى اللي هي الهابيتشوال بيرن اوت ده. والهابيتشوال بيرن اوت ده انه البيرن اوت ده بيبدا ياثر عليه في كل النواحي، خلاص يعني بيبقى الموضوع مأثر عليه في كل حاجة بقى، في نفسيته وفي سلوكه وفي جسمه، في كل الحاجات دي بتبقى أعلى مرحلة. فالسؤال بقى اللي هو حتة إنه ده بيبقى مأثر عليه قد إيه. أنا أكشلي عرفت إنه مثلا في المرحلة الأخيرة دي الواحد لما بيبقى خلاص يعني أعلى مرحلة من الاحتراق الذاتي ده ممكن يوصل من 6 شهور ل2 علشان يعرف يتعافى من الاحتراق النفسي او الوظيفي ده. بالظبط. يا لهوي ده كتير قوي. انا ما كنتش عارفه ده بالمناسبه، ده بجد كتير قوي. وده بالمناسبه بالظبط كتير جدا. وبالمناسبه ده بعد مثلا ما نقول ان هو لو مثلا البرن اوت ده بيحصل له بسبب شغل معين، ده بعد ما يكون ساب الشغل اصلا. اوكي. يعني مش هو لسه في الشغل وبيتعافى منه، لا ده بعد ما مستحيل خلاص مستحيل اصلا يفضل موجود بعد ما تكوني شلتي بصي هو مش مستحيل بالمناسبة، يعني دي حاجة برضو على فكرة يعني عارفة اللي هو شائكة شوية. الصراحة هقولك على حاجة، طبعا مرحلة عن مرحلة وناس عن ناس، ولكن هل مستحيل الواحد يتعافى او ان هو يعرف يظبط حتة البيرن اوت في الشغل اللي هو بيعمله؟ لا مش مستحيل، و is very manageable، يعني الواحد يعرف يسيطر على حاجة زي كده. فاحنا هنتكلم فيها انه انت برضو وجهة نظرك ان الواحد يعرف يسيطر على حاجة زي كده في مكان شغل او مثلا في بيئة او ايا كان، هو اوريدي في ناس تانية معاه مش يعني ما بيحصلش مش حاسة زيه، فبالتالي هو برضو ممكن يعرف ان هو بالظبط ان هو يعرف برضو كأنه يسيطر على الوضع برضو، فاهمة؟ اوكي. طبعا كل حاجة ووقتها، ما اظنش ان هو في حاجة موحدة يعني صراحة، عشان انا بقولك هو في الاول وفي الاخر هو مش حاجة يعني خلينا نقول رسمية قوي، بس كل واحد وظروفه برضه، كل واحد وشخصيته، كل واحد والافعال اللي هو بيعملها. هل الواحد اكتفلي بيخرج نفسه من البرن اوت ولا لا، ولا انت مستني الزمن هو اللي يحل الموضوع؟ وهي برضه بتختلف. ف على حسب الستيج وعلى حسب كل حاجة من دي الواحد بياخد وقته يعني. يا اسطى هو مش حاسة ان ممكن الناس تبقى aware بده، يعني ممكن الناس تبقى حاسة بالشعور بس هي مش aware ان ده burn out، وان هي حاجة محتاج نقف لها وقفة وياخد اكشن فيها عشان يخرج نفسه من ده، عشان ما يوصلش لاخر ستيج والحوار بقى يبقى اللي هو انا محتاجة اتعافى فعلا الحقونا. فدي مشكلة كبيرة جدا. بالظبط اللي هو زي اي حاجة عارفين ان هو كان ممكن يتم اصلاحه لولا ان الواحد معرفش ان هو يلاحظ الحاجات من الاول، او معرفش ان هو يلحق ده او يصلحه، او ان هو يصدق نفسه ان هو اكشلي بيحصل له ده. فللاسف دي مشكله فعلا. يعني لو حد عايز يتعافى او يموف اون بقى whatever المصطلح ايه من ده، انا كنت بقول انه مستحيل يعمل ده وهو لسه في الشغل، فانتي قلتي ان لا يعني ممكن عادي عشان في ناس غيره شغاله ومش حاسه بده. فده يخليني انا اقول بقى انه related
بتعامله مع الشغل. يعني احنا عادي، انت قلتي الكلام ده من شويه، بس هو كده كده على حسب شخصيه كل واحد بقى، وتصرفاته وتفكيره واتيتيوده، وبيستقبل الشغل ازاي وبيستقبل الضغط ازاي وكل الكلام الجميل ده. فهو هيبقى قدامه اوبشنين، يا اما هو اللي يغير في كل العوامل اللي مخلياه يحس بكده منه، لو هو معرفش يغير ده، او هي اصلا مش يعني الشعور اللي هو حاسه مش ريليتد يا اسطى بيه، بمعنى ان العوامل الخارجيه هي اللي مؤثره. فالعوامل الخارجيه دي محتاجه هي، يعني مفيش بجد اوبشن تاني او مفر غير ان انا اسيب الشغل. ايوه بالظبط كده. يعني هي حته ان هو مثلا ايه، طيب هل يعني انا مثلا انا عارفه اللي هو انت تخيلي نفسك في الموقف نفسه، هل الحاجه اللي انا فيها دي تستحق 100% او بنسبه كبيره ان انا اتمسك بيها مقابل نوع الضغط اللي هي بتمثله عليا؟ مش هنقول بيرن اوت هنا، لكن هنقول ان هو على الاقل ليفل معين من الضغط انا هتعرض له في الحاجه دي ايا كانت هي ايه، مثلا شغل. آه بس انا بتكلم على الاقل يعني بشكل هي حاجه مثلا وظيفيه او حاجه قريبه من كده. من الاخر، هل انا هقدر استحمل كده؟ وهل تحملي للموضوع ده اصلا worth it؟ الموضوع مهم جدا. ليه؟ لانه ما اقدرش اقول مثلا ان انا خلاص انا هفني نفسي وحياتي في شغلانه هي هتفضل طول عمرها كده من ليفل الضغط ده، وانا مش هعرف استحمله، ومش شايف ان انا اصلا ان ده يعني يستحق ان انا استحمله. بالمناسبة ممكن حد تاني يبقى شايف ان هو يستحق ان هو يستحمله، يبقى هو ده اصلا شغفه في الحياة، هو ده اللي هو عايزه. لكن انا شايف انه لا، انا مش شايف ان هي الضغط ده يستحق مني ان انا استحمل كل ده. أه وابقى انا فعلا واعي انه الشغل ده هيفضل دايما ضاغط عليا بنسبة ما، حتى لما انا اعرف اتعامل معاه النسبة دي مش هتروح 100%. لا، هو انا دايما هفضل مضغوط في الشغل ده بالنسبة دي. عامة هو أي شغل أصلا بيضغط على الواحد بنسبة معينة. فخلينا نقول إن أنت تعاملك يعني مع هذا الشغل هيقلل النسبة دي لأقل حد ممكن. هل أنت هتعرف تتقبل هذه النسبة؟ هو ده سؤال مهم جدا الواحد يسأله لما يوصل لدرجة عالية من بيرن اوت. يعني خلاص أنا عارف ومتأكد وعارف إن أنا عندي الأعراض كذا وده بيحصل لي، وإن السبب الرئيسي هو الشغل، هو مش حاجة تانية. وحتى لو هو حاجة تانية فالحاجات التانية دي هي بس عوامل بتزود موضوع الشغل. فبالتالي انا هنا محتاجه اخد وقفه. الموضوع ده worth it بالنسبه لي ولا لا؟ ففي حاجات لا، زي ما انت بتقولي، هو انا لازم امشي، انا مش هعرف، لان الحاجات ببساطه لا تستحق بالنسبه لي حتى لو انا عايزها، لكن هي لا تستحق. او اقول انه لا والله ده كده وضع عامه يعني في الحياه وضع انا اعرف اتعامل معاه، هو بس محتاج حاجات يعني خلاص هي محتاج حاجات معينه. على فكره حتى لو يعني مثلا الناس اللي معايا في نفس الوضع ده مش عارفين يتعاملوا معاه، بس لو انا عارفه اتعامل معاه خلاص يعني ماشي، حلو جدا يعني، تحفه. ف بالظبط. هو برضو عارفه اقول لك على حاجه، بحس ان هو المواقف ده بيحط الواحد قدام نفسه في حته انه يعرف حدوده ايه. يعني انت حدود تحملك ايه، وايه الحاجات اللي بتوصلك للليميت، وايه اللي انت برضو بتعرف تتعامل معاه ومش بتعرف تتعامل معاه، وايه الحاجات اللي انت ممكن تحسنها، وهكذا. بحس ان هي ممكن تفتح للواحد افاق كتير في دماغه. بس طبعا مش هينفع ان انت تيجي لحد هو اوريدي يعني بعربيه فعلا ماشيه من غير بنزين وتقولي له افتح الافاق دي، يعني مش منطقي تماما. فهو بيحتاج ان هو على الاقل الواحد يتعافى او يوصل لمرحله شويه من ان هو يعني تمام، ويقطع كده شوط ما في موضوع التعافي، وبعد كده يبدأ بقى يفكر في الموضوع فعلا، يفكر في حيثيات الموضوع، انا الموضوع كان بالنسبه لي عامل ازاي وبعرف اتعامل معاه ازاي وهكذا.